شايف ده وده وده، كل دول مالهمش لازم من غير ده. انا محمد القريفاني، وفي اواخر 2020 بدات صناعه محتوى، بدات من الصفر من غير كاميرا ولا مايك ولا حتى اضاءه، ودلوقتي بقى عندي 4 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي. اوائل 2025 قناتي اللي عليها 1.5 مليون اللي انت بتشوفني من عليها دي بسبب دعمي للبطيخ، طبعا انت فاهمني، وعشان كده عملت قناه جديده وصلت لاكثر من 100,000 متابع في اقل من سنه واحده، اسمها مستر القريفاني ومعموله مخصوص للطلاب. في 2023 عملت كورس عن ازاي توصل ل 100,000 متابع في 100 يوم، ودي لانها قصه حقيقيه انا مريت بيها لما بدات صناعه محتوى. الكورس اشترك فيه مئات الطلبه وحصل على تقييم 4.5 من 5 على منصه يوديمي، ولكن في 2026 قررت ان انا انزل الكورس مجانا لوجه الله تعالى. في الكورس ده هقول لك على كل الاسرار والخطوات اللي تعملها علشان توصل ل 100,000 متابع في 2026. هقول لك فيه على كل خبرتي على مدار 5 سنين، ومش بس كده، ده غير الكورسات الكتير اللي خدتها واللي مش هتكون بقوه الكورس ده. يعني حرفيا انت في فرصه اوعى تضيعها من ايدك. هعلمك كل حاجه من اول ازاي تختار محتوى للفكره والكتابه والتصوير والمونتاج ولغايه ما تنزلها اصلا على السوشيال ميديا. ومش كده وبس، ده انا كمان هقول لك على صناع المحتوى ازاي بيفكروا، بيكسبوا ازاي، وازاي بيستمروا. وفي اخر حاجه في الكورس هقول لك على سر واحد لو عملت بيه صدقني تتغير نظرتك لصناعه الفيديوهات. هات ورقه وقلم وجهز مشروبك ويلا اسمع الكورس. ازاي يكون عندك 100,000 متابع في 100 يوم. انا محمد القريفاني، عندي اكتر من 1,000,000 متابع على تيك توك، واكتر من 1,000,000 متابع على يوتيوب، وكمان اكتر من 150,000 متابع على الانستجرام، واكتر من 100,000 متابع على فيسبوك، واكتر من 250,000 متابع على تطبيق جديد اسمه كواد، وغيره من التطبيقات الباقيه بقى 10,000 و20,000 وكده. حصلت على جوائز كتير، منها اني كنت من افضل 10 صناع محتوى علمي على تيك توك سنه 2021 بعد اول سنه من انطلاق، وسنه 2022 كنت من افضل صناع المحتوى في الشرق الاوسط على تيك توك، وكمان من افضل 5 مبدعين على جمهورية مصر العربية، وكل ده بتصويت الجمهور وكمان خبراء في صناعة المحتوى. حصلت على شهايد كتير في صناعة المحتوى، واخدت دورات من تيك توك ويوتيوب، وبقدم الكورس ده اللي نابع من خبرة حقيقية. انا اول ما بدأت ما كانش معايا مهارات ولا معدات ولا حتى عارف انا هعمل ايه، وبعد 100 يوم وصلت ل 100,000 متابع، وهقول لك ازاي بالكورس ده. ايه الاخبار يا صاحبي؟ اتمنى تكون بخير. في شوية قواعد واتفاقات لازم تسمعها في بداية الكورس ده علشان توصل للهدف بتاعك اللي هو ال 100,000 متابع. اول حاجة، الموضوع مش سهل ومحتاج وقت وجهد. هم 100 يوم اتعب فيهم وباذن الله هتوصل للهدف بتاعك واكتر باذن الله، وده اول شيء تحطه في اعتبارك. مفيش حاجة سهلة، والاعتماد عليك انت. لو طبقت كل شيء انا بقوله باذن الله تعالى ربنا هيوفقك وتوصل للهدف. ودلوقتي هنتكلم عن اختيار المحتوى المناسب. شوف يا صديقي، مفيش محتوى مخصص لتطبيق معين الا اذا كان محتوى مخصص جدا. يعني مثال، الفيديوهات القصيرة تنفع على يوتيوب وتيك توك وانستجرام وفيسبوك، وحاليا بيضيفوها على تطبيق اكس اللي هو تويتر سابقا، فكل تطبيقات السوشيال ميديا بتغش من بعض، فينفع تعمل قطعة محتوى واحدة تنزلهم على كل التطبيقات. وعشان كده مفيش حاجة اسمها المنصة المناسبة والخوارزمية المناسبة، المهم تعمل فيديو حلو هيجيب 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستجرام وعلى كل التطبيقات ادام فيديو حلو. تاني معلومة، المحتوى بتاعك لازم تكون بتعيشه بشكل او باخر. يعني ايه؟ بص يا معلم، لو انت مدرس تعمل يوميات عن التدريس وعن المادة اللي انت بتدرسها وهكذا. لو انت دكتور نفس النظام. لو عندك براند تتكلم عن البراند وتتكلم عن البيزنس ويومك عامل ازاي. المهم تربط المحتوى بيومك علشان تعرف تستمر فيه وما توقفش ابدا. شوف الحاجة برضو اللي انت بتحبها جدا واعملها برضو اثناء المحتوى. يعني لو انا مثلا مدرس وبحب العب بلياردو، فانا ممكن لو انا حابب اعمل المحتوى عن الموضوع ده ممكن اعمله جنب التدريس بتاعي، فانا ممكن ادمج المحتويين ببعض واطلع المحتوى بتاعي وهو ان انا اخد الطلاب بتاعي والعب معاهم العاب مختلفة. ثالث حاجة في اختيار المحتوى، حاول يكون المحتوى بتاعك ليه قيمة وليه فايدة للناس، يا اما تسلية يا اما تعليم. بلقى ناس كتيرة بتقدم محتوى مليهش اي 30 لازمة، يعني بينزل مثلا موسيقى معادة او حتة من فيلم او مثلا حتى جزء من ماتش كورة وبيعمل له اديت ويقول ده المحتوى بتاعي. ده مش محتوى، ده يعني زي يقول لك ايه، اعادة محتوى. يعني انت عامل لك كده اعادة تدوير مش اكتر ولا اقل، لكن انت ما صنعتش المحتوى. فلازم المحتوى يكون انت بتقدمه خاص بك انت، بتطلع بوشك وتقوله، ويبقى ليك شخصية في المحتوى مختلفة عن الباقي علشان تبتدي تربح منه. وكمان المحتوى ده يكون فيه شيء تقدر تقدمه في المستقبل. مثال، لو انت مثلا دكتور اسنان وكمان في نفس الوقت بتلعب رياضة كتير، شوف المجال اللي هيجيب لك عائد اكبر واعمله. يعني مثلا خلي فيه استشارات او تدريبات، زي انا دلوقتي بحول المجال بتاعي لصناعة المحتوى وبخلي فيه استشارات وعملنا الكورس ده. فدايما انت وبتختار المحتوى ركز في نوعية المحتوى والجمهور المستهدف، والمحتوى ده ليه مستقبل ولا لا. ما تبصش
على المنافس او المنافسين، لان دايما في ناس بتطلع جديده والسوق بيقبل كل صناع المحتوى. فعرفت هتختار محتوى نوعه ايه متماشي دايما مع يومك، تعرف الجمهور بتاعك ليه مستقبل وهيدخل لك ربح، تقدر تجدد وتطور فيه وعندك افكار ابداعيه في المحتوى ده وغيره من العناصر اللي ذكرناها. هندخل على تاني شيء وهي المعدات الضروريه والاساسيه في صناعه المحتوى. شوف انا اول ما بدات في صناعه المحتوى ما كانش معايا فلوس، حتى ما كانش معايا كاميرا، والى الان انا مش بصور بكاميرا، انا بصور بالموبايل. فانت ما تشتريش كاميرا غاليه ولا مايك غالي ولا اي شيء غالي، احنا هنبتدي بابسط الاشياء. اول حاجه ممكن تجيب رينج لايت تقريبا ب 800 او ب 1200، يعني 20-25 دولار، دي هتكون الاضاءه بتاعتك. الرينج لايت بيكون كبير، او هتجيب سوفت بوكس ورينج لايت مدوره صغير، وده بالنسبه للاضاءه في البدايه. تاني شيء هتجيب ستاند، الستاند بيكون ب 3-5 دولار، وهتجيب مايك سلك اسمه بويا MM1 بيكون ب 4 أو 5 دولار برضه. لكن لو عاوز توفر ممكن تستخدم حاجات كتير كبديل لي. اول حاجه ممكن تستخدم اضاءه الشمس، تقعد قدام شباك وتفتح الشباك وتصور النهار، ولو هتصور خارج البيت يستحسن بعد الفجر مباشره او قبل الغروب، وده لان الشمس بتكون ناعمه ومش بتعمل ضلال حاده زي في وقت الظهر او العصر. تحط الموبايل في الستاند بتاعك وتظبط الاضاءه. وكمان ممكن تعمل ستاند بسيط جدا تشتريه كحامل من حوامل الموبايل اللي في العربيات وتحطه قدامك على المكتب. وممكن تعمل اضاءه تجيب كرتونه وتحط جواها لمبه وتخفف الكرتونه دي بقماشه، وهتلقاها سوفت بوكس في المنزل، موجوده فيديوهات ليها على اليوتيوب. عملت الاضاءه وجبت الستاند وعملت ده كله، هتخلي مصدر الضوء اللي قدامك ايا يكن ايه هو مصدر الضوء ده، واحد على يمينك وواحد على شمالك، والكاميرا في النص. خلي واحد قوي وقريب وده هيكون الضوء الاساسي او المصدر الاساسي للضوء، والثاني هيكون على جنب بزاويه 45 بس بعيد شويه علشان يرسم الوش بتاعه. لو في اضاءه بسيطه في الخلفيه ممكن، مفيش مش مشكله، مش هتاثر. ازاي تخلي الخلفيه وراك سوداء؟ هتبعد عن الحيطه بقدر المستطاع، هتروح ابعد نقطه في الاوضه، وبعد كده هتوجه الاضاءه كلها ليك وتقفل اضاءه الاوضه كلها. احنا بنصور بنقفل كل اضاءات الاوضه او الغرفه اللي انت فيها، وبعد كده هتدخل على تطبيق اوبن كاميرا اللي قلت لك عليه قبل كده وتخفض الاضاءه على الاخر، وبكده هتبقى الخلفيه اللي وراك سوداء وانت بس اللي ظاهر في الفيديو. ده طبعا لو الفيديو بتاعك علمي او بتتكلم مع الناس زي كده. في انواع تاني من الفيديو هقول لك عليه. تطبيق مجاني تمام، وبيدعم المايك اللي انت هتشتريه اللي هو البويا M1. الناس ممكن تستحمل صوره ضعيفه لكن عمرها ما هتستحمل صوت ضعيف. اشتري مايك. خلاص كده يا معلم، عرفت المحتوى وعرفت المعدات اللي تشتريها وعاوزين نبدأ نصور، وهنا بقى هندخل في الخطة بتاعتنا. الفيديو اللي انت منتظره ازاي انا وصلت ل 100,000 متابع في 100 يوم. شوف انا بديت في شهر 12 في 2020. في الوقت ده لقيت ان المحتوى التعليمي ترند على تيك توك، وانا اصلا مدرس، فانا قلت هعمل محتوى ثقافي عام بحيث الم بيه متابعين اكتر. كل ما المحتوى بتاعك كان عام كل ما جاب لك متابعين مشاهدات اكتر. كل ما قصرت المحتوى وخليتها لفئة معينة مش هيجيب لك مشاهدين ومتابعين اكتر. جودة المتابعين للاسف بتقل. يعني مثلا لو انا بتكلم في صناعة المحتوى المشاهدات هتكون قليلة عن وانا بتكلم في موضوع عام اكتر، لكن الجماهير القليلة دي ممكن تدفع لي فلوس اكتر، بس بيكون رقم حلو على الاكونت. عندك 100,000 متابع، فاهم؟ فانا اول ما بدأت بقيت اعمل محتوى كتير جدا. كنت بنزل من فيديو ل5 فيديوهات في اليوم لغاية ما فيديو يجيب اكتر من عدد المتابعين اللي عندي. كنت بخبط كده وخلاص. انت مش هتعمل زيي، انا هديك خطوات تختصر عليك المسافة والمجهود بشكل كبير. كنت بعمل سلاسل وبخلصها في يوم، يعني سلسلة بصور 5 أو 6 فيديوهات وبنزلها في نفس اليوم. كنت رهيب، يعني كنت بعمل محتوى كتير. مع زيادة صنعك للمحتوى هتوصل أسرع للهدف، ودي كنت نصحها لشاب، وبالصدفه والله لقيت مستر بيست، ده من اشهر اليوتيوبر على مستوى العالم، تخطى تقريبا 300 مليون متابع على يوتيوب. شفت له بودكاست بيقول لواحد اعمل 100 فيديو، وانا كنت جاي لنصيحه للشاب، فاعمل 100 فيديو وهتوصل ل 100,000 متابع باذن الله تعالى. طبعا هو قصده على 100 فيديو طويل، فاحنا هنعمل 100 فيديو شورتس. كمان هنختار ان انت ازاي تعمل محتوى الشورتس ده، علشان محتوى الشورتس بينتشر اسرع. يعني ممكن فيديو تنزله يجيب لك 10 مليون مشاهد وانت ما عندكش اي متابعين، ده هيكون قوي جدا ليك. خلاص كده فهمت ان احنا لازم نعمل اقل شيء 100 فيديو خلال ال100 يوم اللي جايين علشان نوصل لل100,000 متابع. وهندخل بقى يا معلم في المحتوى الدسم جدا، ورقة وقلم وابتدي، علشان مع الفيديو القادم هتبتدي تنفذ وتصور وتكتسب المهارة دي اثناء تعلمك للكورس.
برافو عليك، وصلت لغايه هنا. قبل ما تكمل في الجزئيه المهمه القادمه دي في الكورس، عايز اقول لك ان انا بدات اقدم استشارات في صناعه المحتوى. لو انت صاحب شركه او براند، او شغال فريلانس، او دكتور، او محامي، او مهندس، ومعاك مهاره وعاوز عملاء اكتر يعرفوك، فدلوقتي تقدر تحجز معايا استشاره. تواصل معايا على البريد الالكتروني ده، لكن الشرط الاهم ان انت تكون بادئ بالفعل في صناعه المحتوى وعملت فيديوهات كتير عشان الاستشاره تكون فعاله معاك. ابعت كل التفاصيل على الجيميل، قنواتك والمشكله اللي بتواجهها وكل حاجه، وهنقعد مع بعض في استشاره لمده ساعه كامله. يلا بقى نرجع تاني للكورس. في البدايه كده عاوز اقول لك على اساسيات الفيديو. الفيديو بيتكون من اكتر من شيء. اول حاجه الفكره، بعد كده الكتابه، بعد كده التصوير، بعد كده التقديم، بعد كده المونتاج. الخمس حاجات دول تفتكر ايه اقوى حاجه فيهم؟ هديك 3 ثواني واقول لك. اقوى حاجه فيهم مش المونتاج. ممكن فيديو واحد بيتكلم عادي ويجيب مشاهدات كتير جدا، وممكن واحد عامل مونتاج رهيب جدا وما يجيبش مشاهدات، وده بتشوفه على السوشيال ميديا. اهم حاجه في الفيديو الفكره. الفكرة كل ما كانت مجنونة جديدة مطرقعة كل ما هتجيب معاه مشاهدات. تاني أهم حاجة الكتابة، والثالث أهم مهارة التقديم، يعني التصوير والمونتاج في الآخر. يعني ممكن تكون جودة الصورة وحشة وجودة المونتاج سيئة، ومع ذلك الفيديو بتاعك يجيب ملايين. وده اللي حصل معايا، وهقول لك برضو ازاي احنا وماشيين. فركز على ازاي تجمع أفكار جيدة، ومش هسيبك على كده، وهقول لك ازاي دلوقتي. ازاي تلاقي فكرة بوم واو. شوف يا برو، في 5 قواعد للفكرة الجيدة، وهي اول قاعده هو ان مفيش فكره وحشه. اوه ماي جاد، كل الافكار الموجوده اتعملت. يعني انت مش هتخترع حاجه جديده، ولكن الفرق بينك وبيني هو الرؤيه. رؤيتك للموضوع غير رؤيتي. ولنفترض دي فكره، انا شايف جزء معين او زاويه معينه، وانت شايف جزء وزاويه معينه انا مش شايفها. وده بيعتمد على مهاراتك وحياتك اللي انت عشتها المختلفه تماما عني وعن كل شخص. فخليك عارف ان المواضيع دايما بتكون برؤيه مختلفه، وانت ليك رؤيه معينه. وعلشان تكتسب رؤيه او تلاقي موضوع شيق للناس، تاني حاجه هتعملها وهي ان انت تسرق افكار. حاجه خجوله جدا، يعني اسرق افكار ازاي يا ابو حميد؟ شوف، في كتاب جميل جدا اسمه اسرق كفنان، دي تكاليف مفروض تعملها. اسمع ملخص الكتاب ده على يوتيوب. اسرق كفنان ده بيعرفك ان مفيش حاجه او فيش اختراع موجود في تاريخ البشريه غير الا وكان فكرته مسروقه من شخص تاني، ولكن تم التطوير عليه. كمثال الموبايل اللي معانا ده، الموبايل في الاول كان عباره عن موبايل ارضي، وكان مخترعين جهاز الايبود تقريبا اللي هو فيه موسيقى، اللي هو مش الكاسيت. ففي البدايه دمج الموبايل وحطوا فيه موسيقى، وابتدى يبقى ايه الموبايل مع التطورات واحده واحده لغايه ما وصل للموبايل بالشكل ده. الكاميرا كانت اصلا اختراع اسلامي، وبعد كده تم تطويرها واحده واحده، بقيت الكاميرا اللي هي عليها في الوقت ده. فكل الاختراعات الموجوده كانت زمان موجوده، بس بيتم تطويرها واحده في واحده واحده في واحده لغايه ما بتوصل للشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ونفس الموضوع على المحتوى، انت بتشوف فكره عند واحد تاخدها، مش بتعملها كوبي وتنزلها على طول، لا، انت بتحاول تطور منها، بتقصقص منها معلومات وبتزود ليها معلومات، وبتقدمها باسلوبك انت الشيق المختلف ووجهه نظرك انت. طيب انا عملت كده ازاي في بدايتي للمحتوى؟ كنت بقدم محتوى في البدايه سياسي وتاريخي، ففي قناه كبيره كانت على اليوتيوب بتعمل المحتوى السياسي والتاريخي ده، وطالعه كويس. يعني هي كانت في البدايات وطالعه، بس بتجيب مشاهدات عاليه على اليوتيوب، زي شركه يعني بتعمل محتوى. فالمواضيع بتاعتهم جذابه جدا ومهمه جدا، وافكارهم جامده، ناس محترفه. فانا جيت اخذ الفيديو الطويل ده كله واعمل فيديو شورتس على تيك توك. هم معهمش كان اكونت على تيك توك ولغايه دلوقتي تقريبا. فباخذ الفيديو ده الطويل اللي هو مدته 12 دقيقه او 15 دقيقه، واحوله لفيديو قصير وبنزله على تيك توك. مره في مره الفيديوهات بتضرب وبتجيب مشاهدات. ليه؟ لان العنوان القوي بتاعهم بيجذب، المعلومات قويه، فانا اختصرتها وبسطتها واديتها للناس اللي هم مش شايفين القناه بتاعتهم على اليوتيوب، اللي هم اصلا مش بيحبوا يوتيوب ولا بيقعدوا على الفيديوهات الطويله، هم بيحبوا الشورتس، فانا اديتها لهم في شورت. في ناس تاني بتعمل نفس الموضوع ده من على تطبيق بنترست ده تطبيق للصور وفي معلومات في الصوره، فانت ممكن تاخذ الصوره اللي جايبه مشاهدات عاليه وتحولها لمحتوى مرئي او فيديو وتنزلها على تيك توك او انستغرام. اغلب صناع المحتوى بيعملوا كده. ففهمت فكره ان انت تاخذ فكره من ناس تاني، دي اول حاجه. بس لازم زي ما قلت تضيف ليها وتطور منها علشان الناس ما تقولش ان انت بتاخد من عند فلان. ونوع من المصادر اللي بتاخد منها الافكار، يعني ما تجيبش من واحد بس. اختار 5 صناع محتوى في المجال بتاعك وخد منهم 10 افكار او 20 فكره اللي جايبين عندهم مشاهدات عاليه بنفس المقدمه، وغير في المحتوى اللي من جوه والعب في المحتوى براحتك. ده اول نوع من انواع ازاي تلاقي فكره كويسه.
هندخل على تاني نوع من انواع الفكرة الكويسة. تاني نوع بقى هو ان انت تجيب افكار من الحياة بتاعتك. يعني اكيد في دراستك في محتوى، في الكتب فيها محتوى، الجرايد والمجلات فيها محتوى، فانت حاول تجيب افكار من الواقع بتاعك او المعيشة بتاعتك، من الكتب او الجرايد او المجلات او الافراد اللي حواليك، حد قال لك معلومة. وممكن كمان تجيب افكار من التعليقات، ده ثالث نوع. التعليقات فيها افكار، انا عملت اكتر من فكرة من تعليقات او من تعليقات صناع محتوى منافسين. يعني مثلا صانع محتوى في المجال بتاعك مشهور جدا وعنده تعليقات كتير، والناس بتطلب منه موضوع معين وهو منفض مش بيعمل لهم الموضوع ده، فواي نوت اللي احنا ما نعملوش، فاهم؟ في طلب عليه جماهيري فالناس هتحبه. برضو في حاجة تاني في الافكار، وهو ان انت تسمع صناع محتوى بعيد تماما من المجال بتاعك. يعني انت لو تقدم، انا بقدم مجال علمي، فكنت باخد محتوى من مجال الطبخ وبحول العلمي. يعني مثلا واحد بيتكلم عن الفشار وان ازاي سناكس جميل وانواع الفشار وكده وجايب مشاهدات عاليه، طب انا ليه ما اعملش عن تاريخ الفشار؟ انا راجل بقدم محتوى علمي عن التاريخ والعلوم والجغرافيا والكلام ده، ففهمت؟ يعني حاول تعمل اعاده صياغه للمحتوى الرائج اللي بيجيب مشاهدات عاليه بس بالمحتوى بتاعك وبالاسلوب بتاعك، ودي من احد انواع ان انت تصيد فكره جذابه وقويه. اخر نوع من الافكار، خلي دايما عندك تغذيه راجعه وتفرج كتير على السوشيال ميديا، بس ما تتفرجش كمستهلك، اتفرج كصانع محتوى. انت بتتفرج بتطلع محتوى وبتكتب يا باشا بورقه وقلم واي فكره تجيك تكتبها. لو جاتك بلوك ومش لاقي افكار خالص ومش لاقي صناع محتوى تاخد منيهم فكره، امشي في الطبيعه. اسمع بودكاست كتير في المجال بتاعك علشان يبقى عندك معلومات كتيره تطلع انت بتسمع الافكار دي. فخلي دايما نفسك متعلم في المجال بتاعك علشان تجي لك افكار جديده باستمرار. اتمنى تكون كتبت الحاجات الاساسيه في الفيديو ده علشان ننطلق للموضوع اللي بعد. جبت الفكره يا معلم، يلا نكتب الفكره. شوف يا صديقي، علشان تكتب بشكل كويس لازم تكون بتسمع وبتقرأ كتير، ولازم بتكون بتكتب أكتر. الكتابة مهارة، فعلشان تطور المهارة دي لازم تمارس، لازم تصور تكتب أكتر. علشان تطور مهارة التصوير لازم تصور أكتر. فأنت قول ما بتكتب قول ما هتتطور في المحتوى. طيب أول حاجة في الكتابة، إحنا جبنا الموضوع بتاع الكتابة خلاص استقرينا عليه، هنبدأ بصياغة عنوان قوي للفكرة. لو قلنا الفكرة أورجانيك جديدة أنت جيت في دماغك ما خدتهاش من حد، أنت بتصغلها موضوع أو حاجة كرياتيف جديد، لازم العنوان بتاعك يكون جذاب. أول حاجة علشان يكون جذاب يكون ممكن في عاطفة أو مشاعر، زي ما بتشوف فيديوهات أبو فلة اللي هو بكيت دمعت قابلت حب حياتي، حاجة فيها مشاعر تثير المشاعر بتاعت الشخص. وهسيب لك أمثلة عليها دلوقتي. ممكن تستخدم في العنوان قوائم، يعني أفضل 5 طرق لزيادة الوزن، أفضل 3 طرق للمذاكرة الفعالة. ال3 وال5 وال4 دي بتشد جدا الشخص والجمهور، وتلاقيها بتستخدم من كل صناع المحتوى المشاهير تقريبا. ممكن تبدأ الفيديو بعنوان أو بجملة في معلومة ناقصة، معلومة مهمة لكن ناقصة، زي أهم التحديثات للآيفون التي لا تعرفها، أو اربح 4000 جنيه من بيع التيشيرتات بطريقة بسيطة. في معلومة مهمة ومعلومة ناقصة هو عاوز يعرفها. ممكن برضو تستخدم السلبيات في العنوان بتاعك، 6 علامات بتدل انك ضعيف الشخصية. لو بتعمل 5 اشياء دول فانت كسول. العنوان بتاعك لازم يكون بيثير الفضول، زي اكتشفت اداة غريبة موجودة في المنزل، او ليه مش هيصنعوا كاس العالم مرة اخرى. ممكن تخلي العنوان بتاعك صادم وبيكسر المعتقدات السائدة. يعني ما تستثمرش اموالك في شراء العقارات، فكل اللي عاوز يحط فلوسه في العقارات او بيدور على الموضوع هيدخل، لان كل الناس بتنصح بالعقار. لا تتعلم لغة بايثون كأول لغة في البرمجة، كله بيقول لك تعلم بايثون. فلما انت تحط عنوان زي كده او تبدأ الجملة بتاعتك بكده، فالناس كلها هتكمل الفيديو عاوزة تعرف ليه. وبرضو العناوين اللي بتتحدث عن المستقبل، هيحصل ايه في مستقبلك، ايه هيحصل لعملة البيتكوين، ماذا لو ظل سد النهضة موجود الى 2030. واخيرا اخلط بين القواعد دي علشان تجيب عنوان او مقدمة للفيديو جذابة جدا في الكتابة. يعني 7 مواقع لا غنى عنهم في المستقبل، فاحنا دمجنا بين 4 و5 و6 و7 الطرق دي علشان نطلع فيديو او عنوان فيديو او هوك او بداية فيديو قوي. انت بتكتب لازم تركز على الفقرة الاولى في الكتابة وتخليها دايما جذابة علشان تخلي الشخص يكمل للاخر. لو بتقدم محتوى طويل او محتوى علمي دايما خلي فيه سؤال وفضول ماشي معاك لاخر نقطة. يعني مثلا ازاي، ليه، عشان ايه. يعني ليه اثيوبيا عملت سد، وازاي عملت سد، ومين ساعدها في بناء السد.
فالثلاث اسئله اللي بدات فيهم في البدايه هيخليه مكمل الفيديو. انت بتكتب خلي دايما في موضوع للفضول عشان يكمل الفيديو للنهايه. طول ما كمل الفيديو للنهايه الفيديو بتاعك هيوصل مليون مشاهد. ادخل في الموضوع على طول وما تبداش الكتابه بتاعتك بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن موضوع شيق جدا يا جماعه هيسيبك ويمشي. انت بتكتب خليك مباشر، خلي دايما دمك خفيف وارمي افيه كده في البدايه. حاول ما تجلدش حد في تقديمه لان انت هتتفقش. احنا ممكن ناخد الفكره بس ما نجلدوش حد. لو بتجلد حد حاول تبطل ان انت تسمع للشخص ده. خلي المحتوى اللي بتكتبه مقنع، مش كلمه في الشرق وكلمه في الغرب، كله ماشي في نفس الاتساق. زي ما انا بتكلم عن الفكره وبجيب لك معلومات عن الفكره، بعد كده بنطلع نتكلم عن الكتابه بجيب لك معلومات عن الكتابه وهكذا. شوف بقى يا معلم، قبل ما تبدأ تكتب بقى لازم تبحث كويس. بعد ما تبحث وتطلع المعلومات اللي انت محتاجها هتكتب بالاسلوب بتاعك اللي قلنا عليه في الفكرة، وما تطلعش بره نطاق الفكرة علشان المعلومات بتتوسع معاك. خليك محدد وحدد الموضوع بتاعك بعناصر. هتكلم عن 1 2 3 قشطة، ركز في الحتة دي كويس. مع بداية الموضوع هتكلم في 1 2 3 علشان ما تسرحش. واخيرا واهم حاجة في الكتابة، حاول تخلي الموضوع في هيئة قصة. حط لي تحتيها دي 100 خط. من دلوقتي هتبتدي تخلي المحتوى بتاعك عبارة عن قصص، وهقول لك تعمل كده ازاي. بس دلوقتي جرب مع نفسك واعمل فيديو 2 و3 في هيئة قصة علشان لما اقول لك تشوف الاخطاء وتبتدي تصلح منيها. مش هتتقن الاسلوب غير لما تبتدي فيه وتغلط فيه. مراجعة سريعة على موضوع الكتابة. انت في البداية هتختار الموضوع والفكرة. بعد ما اخترنا الموضوع والفكرة هتقوم على تكتب العنوان بتاعها. تكتب العنوان جذاب ويكون عنوان قوي. طب كتبنا العنوان، بعد ما تكتب العنوان ممكن تبتدي تخلي العنوان او الموضوع ده في هيئة قصة، وده لازم. وحدد تحديد موضوع القصة ده. ممكن تخليه في حتة دعابة او ضحكة تبتدي بإفيه وهكذا. تجنب ان انت لازم تبحث انت وبتكتب، تبحث عن معلومات وما تكتفيش بمصدر واحد او تدخل على ويكيبيديا. لا، ادخل على مواقع وتكون المواقع دي موثوقة ويكون فيها مراجع من تحت انهم جايبينها من كتاب كذا او شخص عالم قالها وشخص كبير في المجال ده قالها، بحيث ان انت تكون متأكد من المعلومات اللي هتقدمها. لو كنت بتقدم معلومة انت وبتكتب ابعد عن التشتت، خليك محدد في العناصر اللي حددتها من البداية، وخلي المحتوى بتاعك مقنع وفي تسلسل واضح. ندخل بقى على اللي بعده وهو التقديم. شوف يا برو، اي شخص بينجح بالتقديم. الكاميرا بتاكل نص الطاقة بتاعتك. شفت انا كنت هادي ازاي في الفيديوهات اللي فاتت؟ كانت ممل شوية، بس ده عشان موضوع كورس. انا مش عاوز ابهرك، انا مش عاوز اخليك متشتت بالمحتوى ومنجذب، لا انا عاوزك تكون مالل وبتاخد الكلام مرة واثنين وثلاثة. انا الهدف ده كنت قصده من البداية، لكن انا لو عاوز اتكلم باسلوب سريع واكتر ولهوج الدنيا قادر اعملها، لكن لا، انا عاوزك تفهم وتركز وتبقى هادي. كل ده من مهارات التقديم، ان انت تغير من نبرة صوتك. في وقت يبقى قليل، في وقت يبقى هادي، في وقت يبقى عالي، في وقت كمان تعرف ترمي النكتة، تعرف ترمي الإفيه. يعني ايه؟ مثلا حاجة حصلت فانت تبرق، تعمل كذا، تتفاعل بشكل او بآخر مع الكاميرا. الكاميرا دي مع الوقت برضو، والتقديم ده مهارة مع الوقت. كل ما تصور مرة في مرة هتحس الكاميرا ده واحد صاحبك، يعني انت بتتعامل معاها كوتي 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 انت هتتعامل معها كأنها صديقتك او صاحبك. في البدايات هتكون بترتعش وبتلجلج وبتتلخبط، وعشان كده احنا خلينا الكتابة لازم تكتب عشان ما تتلخبطش انت بتقدم. انا ساعات في وقت كتير ببص على الورق وبخليه قدامي زي ما انت شفت في فكرة الكتابة في الاول. تمام. بعد كده غير نبرات الصوت، الاتصال بالعين. لازم تقعد باصص في الكاميرا، ما تبصش يمين، ما تبصش شمال، ما تبصش فوق، ما تبصش تحت. طبعا من احد العيوب انت وبتشتغل بتقدم هو ان الناس بتصور بكاميرا السيلفي بتاعت السيلفي، فيبص في الشاشة فتحس ان الشخص مش باصص عليك او ما فيش تواصل بيننا وبين بعض. وانا وقعت فيها الحاجة دي مع بداياتي، وقعت فيها كتير. كنت بنسى ابص على الكاميرا وببص في الشاشة وببص على شكلي. تمام. فانا حاليا بصور بالكاميرا الخلفية. خلاص كده وقفت كاميرا امامية وبقيت بصور بالخلفية. برضو حركات الايدين ما تبقاش اوفر وتشتت الناس، وفي نفس الوقت ما تبقاش اللي هو السلام عليكم عاملين هنتكلم دلوقتي عن موضوع جامد لا، لازم يبقى في حركة ليديك وشرح للموضوع اللي انت بتقوله. قشطة. يبقى التقديم
عين، تواصل بق ولسان ونبرة الصوت والرياكشن بتاع الوش، بيضحك بيغضب بتاع، بيكون ماشي مع الموقف، وبتعبر بايدك وبجسمك. ودي كلها من الحاجات اللي ممكن تستخدمها اصلا في الهوك. يعني ممكن تبدا الفيديو تعرف الناس اللي بتبدا الفيديو بتاعها برياكشن او كده، ده هقولها في الحاجات القادمه. حاجات مهمه، يعني حاجات هتعلي خالص منك في تقديم المحتوى. المهم ان انت مستمر، بتجيب افكار وبتاخد محتوى وبتطوره وبتكتب، وحاليا التقديم انت مستمر من البدايه، بتعمل فيديوهات علشان تتطور معايا. انا بقول لك على كل معلومه، ابوس طراطيف صوابع ايديك. اوكي، فعرفت التقديم. طب انا يا استاذ محمد ماليش في التقديم، انا مش بعرف اتكلم قدام الكاميرا لغايه دلوقتي، مش بعرف، بخاف. اعمل ايه بقى؟ بص، ممكن تصور فلوج. الفلوج بيكون عباره عن قصه، موضوع انت بتعمله، وانت مش بتبص على الكاميرا، انت لا، انت بتعمل حاجات بتمثلها. يعني مثلا فلوج ازاي قريت 1000 كتاب، فانت بتقرا، بتعمل نفسك بتقرا كتب، بتصور نفسك كده، بتوقف بالجنب وبتصور نفسك، بتاخد شوت تاني من ناحيه اليمين، بتخلي مثلا الكتاب الموبايل كده في وسط الكتاب بتاعك، بتبين الكتاب، وهكذا. ممكن انت بتصور نفسك انت وبتشتغل على الكمبيوتر او اللابتوب، وهكذا. فانت ممكن تصور نفسك. في حاجات في التصوير اسمها البي رول، التصوير ده اسمه اي رول، انا مني ليك على طول. البي رول ده انت بتصور زي حاجه كده، فيديو تاني على الفيديو بتاعك، وبتسجل صوت بقى، فيش كاميرا ولا في حاجه، انت بتمسك المايك وبتمسك الكتابه قدامك وتقعد تسجل بقى ايه الصوت بتاعك. بتشوفها في فيديوهات كتيره بتاعت التحديات والفلوجز الناس بتعملها. فلو انت مش قادر تتكلم قدام الكاميرا ولسه حاسس مهاره الكاميرا والتحدث قدام الكاميرا فيها مشكله، انا ما كانش معايا مشكله، لان انا مدرس اصلا وكنت في المسرح، فانا بطلع اصلا قدام جمهور من زمان، فالموضوع ده ما كانش في مشكله بالنسبه لي لما بدات. وعشان كده المشكله دي تحلها ان انت مثلا تقرا من كتاب، تعمل الحاجه اللي انت بتقولها في الفيديو تخليها زي القصه وبتعملها ايه كهيئه تصوير عادي. او تدخل على موقع اسمه بيكسل، بتلاقي عليه فيديوهات وصور، او اي موقع من مواقع المونتاج. اتعلمت التقديم، هتطور من المحتوى بتاعك والتقديم بتاعك، وتشوف الغلطات اللي كنت بتعملها في الفيديوهات اللي عملتها قبل كده وتحسنها، وترجع كمل الكورس علشان ندخل على الدرس اللي بعد. ما تستعجلش في ان انت تخلص الكورس بقدر ما تستعجل ان انت تطور وتعمل محتوى معك. الكورس مش هيفيدك لو انت مش بتصور كل يوم فيديو واتنين. الكورس مش هيفيدك لو انت مش بتتدرب اثناء الكورس. هتنسى المعلومات دي وهيفضل الاثر بتاعها طول ما انت بتطبق، هتتعلمها وتثبت عندك. ارجوك ما تضيعش فلوسك ووقتك على الفاضي. المونتاج يا عم قريفان، شوف، اهم حاجه في المونتاج هي السكتات والغلطات تتحذف. دايما خلي المونتاج بتاعك كله قريب جدا من بعض، يعني ما تخليش فيه نفس اللي هو في وسط الكلام. انا بتكلم زي كده تلقاني ساعات بعطل ومش بقدر اخد نفسي، فانا باخد نفس فبتقص في المونتاج. اتلخبطت كتير اثناء الكورس، انا بصور الكورس بتتقص في المونتاج. فالمونتاج مهم في الحته دي. ممكن المونتاج يبقى قوي جدا معاك ويزود لك الفيديو بتاعك من 0 ل1,000,000، وممكن المونتاج بتاعك يبوظ فكره الفيديو والكتابه والتقديم. طيب ازاي اخلي المونتاج بتاعي كويس؟ اي مونتاج كويس عشان يجيب مشاهدات بيعتمد على 3 أو 4 حاجات. اول حاجه التغذيه البصريه. المشاهد طماع، انت طماع، ايوه، انت مش حابب تشوف الفيديو ده عادي كده انا واحد بيحكي معاك، لا، انت حابب تشوف الفيديو. في حاجات بتطلع صور وفيديوهات وايموشنات متحركه، دايما عاوز حاجات متحركه ودايما حاجات تربكك كده، هتلاقيها موجوده في كل الفيديوهات. اول حاجه الكتابه على الفيديو. الكتابه على الفيديو بتخلي الواحد بيقرا الكتابه كده، بيبص على الكتابه اصلا ومش مهتم بالفيديو، فبيجيب مشاهدات عاليه. او ان انت تحط شيء شغال وراك في الخلفيه، او فيديو شغال انت وبتتكلم على موضوع معين، زي مثلا الفيديوهات اللي بتلقى واحد مثلا بيحكي ومن تحت في واحد بيلعب ببجي او بيلعب مثلا سابوي او كده، فتلاقي الفيديو جايب مشاهدات عاليه. ده بسبب ان في فيديو شغال والشخص بيحب يشتت نفسه وبيسمع اكتر من فيديو. فانت مثلا بتتكلم، ممكن تخلي فيديو قدامك كده على الموضوع اللي انت بتتكلم عنه. الكتابه، وان انت تطلع فيديوهات، وكمان ان انت تطلع ايقونات متحركه، وكمان ان انت تاخد فيه ترانزيشن وتحط ساوند افكت. كل ده موجود في المونتاج، مفروض تستخدمه في المونتاج. طبعا ده كورس لصناعه المحتوى مش للمونتاج، فانا هدلك على افضل تطبيق يعتبر في الوقت ده هو تطبيق كاب كات، عاملاه شركه تيك توك او مشتريها تيك توك وبتطور فيه. حمل كاب كات، هو يعتبر مجاني، يعني فيش غير كام حاجه كده خاصيه بفلوس، بس التطبيق حلو جدا ومريح جدا لاي شخص بيبتدي في المونتاج. وادخل اكتب ازاي اتعلم اساسيات كاب كات، في نص ساعه هتتعلم.
ما تبخلش على نفسك، ادخل وتعلم، وكل يوم طور من نفسك في المونتاج. المونتاج عشان يجيب مشاهدات عالية زي ما قلت لك، خلي دايما في كتابة، في فيديوهات بتطلع، في صور، وهتلاقي الناس، اغلب الناس صناع المحتوى المشاهير بيعملوا الموضوع ده. ندخل على اللي بعده. معلم، تعلمت مونتاج؟ تعلمت ولا بتكروت وبتسمع المحتوى؟ شكلك بتسمع الكورس وما تعلمتش لسه مونتاج. روح تعلم مونتاج وارجع كمل الكورس، مش هيطير قاعد معك. الفيديو ده مهم، يعتبر تلخيص لكورس كامل، فركز جدا 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 في المعلومات الجاية. لازم تكون اتعلمت كتابة، تصوير، ازاي تجيب فكرة، المونتاج، كل الكلام ده علشان تضيف ليهم الحاجات اللي جاية دي. احنا حاليا بنعمل محتوى قصير، فايه نوع المحتوى القصير اللي احنا بنقدمه؟ الله، نوع المحتوى القصير، احنا عايزين نعمل محتوى يطلع ترند او يجيب مشاهدات عالية. فايه صفات المحتوى اللي بيجيب مشاهدات عالية؟ يعني ايه صفاته؟ يعني ايه موجودة فيه؟ ايه الخلطة بتاعته عشان نعمل زيه وتجيب مشاهدات عالية؟ شوف يا باشا، عملوا تحليل لأكتر من 100 فيديو طلع ترند، وطلع بنتائج كالآتي: 24% من الفيديوهات، يعني في 24 فيديو بيعتمد على المفاجأة والخضة. خلي نوع المحتوى بتاعك يخض المشاهد، مش يخض لو اقول له بخ كده ولا يعني خلي فيه إبهار، حاجة واو انت عملتها. زي فيديو صبري اللي هو قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. انا مش عارف نزلت الفيديو ده ولا لسه، بس انا اتعلمت الانجليزي في 30 يوم من تطبيق موبايل. في واحد اتعلم برمجة في شهر، وهكذا. الابهار والحاجة الواو بتخلي المشاهد يسمع الفيديو. 24 فيديو من اصل 100 لو انت اعتمدت عليهم هتلاقي 24 فيديو من 100 بتوعك جابوا ملايين المشاهدات. 14% كيوت. ايه الكيوت ده؟ لو بصيت لقيت على تيك توك من اكتر الفيديوهات اللي جايبه فيديوهات بيلا بورش او فيديوهات الاطفال البيبيهات. هتلاقي فيديوهات القطط والكلاب كانت اول فيديوهات نزلت على يوتيوب وخلت المنصه تشتهر اصلا. فدي حاجات كيوت. يعني ايه كيوت؟ يعني كائنات طالعه لطيفه كده، بتدي رده فعل طبيعيه. طب ازاي انا اعمل كده؟ يعني انا محتوايا مثلا جيمنج، حاول مثلا تحط صفه الشيء طبيعي، حاجه بيور، حاجة مختلفة جديدة في المحتوى بتاعك. او مثلا اشرح قصة عن طفل، او جيب فيديو عن طفل وتكلم عنه، او عن حيوان. اعمل فيديو انت ماسك قطة، افتكس حاجات كيوت. خلاص، خلي الفيديو بتاعك في كيوت. الكيوت بنسبة 14%، ما تعتمدش عليه بشكل اساسي، بس ممكن تحط في المحتوى لو جاتك فكرة على الموضوع ده تضيف الموضوع. 17% غريب، حاجة غريبة، حاجة أول مرة الناس تشوفها. زي فيديوهات اللي هو القبائل، ازاي عايشة القبائل الأفريقية لغاية دلوقتي. تلقى في قبائل بيحطوا حاجات على رقابهم كده، الستات بتخلي الرقبة بتاعتها طويلة. فأنت بتشرح حاجة غريبة للناس، حاجة مش عارفينها، فاهم؟ فدايما اختار حاجات غريبة ومختلفة فيها إبهار، برضو بيكون فيها نسبة إبهار عن المشاهد، حاجة مش بيشوفها دايما. آخر شيء وهو الكوميديا بنسبة 50%. 50% من الفيديوهات اللي بتطلع ترند فيها كوميديا وبتهزر مع الناس وبتضحك والناس بتتبسط. الو، نعمل التليفون ايه؟ من افضل الحاجات اللي تعملها تعمل الموبايل على وضع الطيران انت وبتصور، علشان ما يحصلش معاك زي دلوقتي. احنا هنسيب لكم الكورس بيور كده جامد. المهم في الكوميديا 50% من المحتوى في كوميديا. ركز على الموضوع ده كويس يا برو. الكوميديا بتنقل الفيديو بتاعك لحته تاني خالص. لو انت مش من طبعك تهزر او دمك مش خفيف، ممكن تحط افيهات افلام بس ما تقولش افيهات رخمه، او افيه رخم وانت تضيف له كوميدي زي الدحيح ما بيعمل. فخلي في كل فيديو ينزل منك في كوميديا من هنا ورايح. خلاص، ده قرار، وعد، هتعمل كده. ندخل على الفيديو اللي بعده واعمل كده في الفيديو اللي جاي، حط كوميديا وهزر في المحتوى، هتلاقي الناس بتمدحك ومبسوطة جدا. ومن هنا ورايح كل الفيديوهات بتاعتك يبقى فيها نسبة او جزء من الكوميديا. الاربع حاجات دول موجودين في كل فيديو ترند. اول حاجة فريش. يعني ايه فريش؟ يعني موضوع جديد بيتناول وجهة نظر جديدة، زي موضوع البوس اللي قلنا عليه عند الدحيح، موضوع جديد محدش يعرفه كتير من الناس. او مواضيع ترند، لسه المواضيع دي جديدة. الاخبار تلقاها دايما بتطلع بتجيب مشاهدات عالية، فانت ممكن تلاقي حاجة جديدة طالعة في المحتوى بتاعك وتكون اول شخص بيتكلم عنها. تاني شيء الوقت، لا هو بدري جدا ولا هو وخري جدا. ما تنزلش فيديو الساعة 7 الصبح ولا الساعة 2 بالليل، مش هيجيب ترند. حتى لو حلو هياخد وقت حتى ما يطلع. فحاول تنزل في الاوقات المتوسطه المتعارف عليها ان الناس بتقعد عليها، في الظهر مثلا، بعد الغداء، بعد مثلا المغرب، بعد العشاء. الحاجات دي في الاوقات دي. الفيديو بتاعك لازم يكون فيه رساله واضحه ومفهومه ومعروف ايه الفيديو ده. مش تعمل لي فيديو محدش يفهمها غيرك انت. في ناس كتيره بتعمل كده، فيديو انت مش عارف ايه سببه، انت ليه عامله، ومحدش فاهم فكره الفيديو اصلا، وعشان كده فيديوهاتك بتفشل. حلل الفيديوهات القديمه بتاعتك، شوف ليه فشله. هتلاقي ان الفيديوهات بتاعتك مش واضحه. تخيل ان في فيديوهات
من كتر ما هي واضحه بتجيب مشاهدات عاليه. زي واحده مثلا تقول لك تعال شوف طبخت ايه لعمتي، واضح هو داخل يشوف ايه طبخت لعمتها. رابع حاجه يكون شيرابل، يعني الناس عاوزه تشاركه في فيديوهات، الناس بتحب تشاركها مواقف بتحصل معاها، حاجات حياتيه، الناس بتحب تشارك المواضيع دي على جروب العيله، او تعمل منشن لاصحابها، او تحطها على صفحتها بحيث تبان بقدر معين، يعني مثلا تبان ان هي مثقفه، تبان ان هي مثلا في شيء عاطفي لمسهم. الحاجات دي كلها بتخلي الناس تشارك المحتوى. حط فيه جزئيه ان انا طب ازاي الناس هتشاركه، ممكن احط فيه ايه المحتوى ده عشان الناس تخليه تعمل مشاركه للمحتوى بتاعي. وصلت لكام فيديو؟ ابعت لي رساله قول لي وصلت لكام فيديو لغايه دلوقتي صنعته انت وشغال في الكورس. دلوقتي هبتدي اقيم نفسي، لسه الكورس فيه موضوع طويل، لا دلوقتي هتبتدي تقيم نفسك. هل انت ماشي على الكورس صح ولا بتلخبط؟ هل انت بتسمع كده على طول ولا بتطبق اللي بتسمع؟ قيم نفسك بموضوعيه علشان ننتقل للجزء اللي بعده. الفيديوهات اللي بتطلع ترند بتكون غير متوقعه، قلناها قبل كده، حاجه جديده وغير متوقعه ومحدش شافها قبل كده. زي الناس اللي بتعمل معلومة او حاجة مش طبيعية، حاجة مختلفة، فده كله بيكون غير متوقع. تاني حاجة بتكون ذو قيمة مهمة جدا للناس، حاجة مهمة زي لو انت دكتور، لو حصل ايه معاك في الموقف ده تتصرف ازاي، لو جرسك تعبان تعمل ايه. ممكن الفيديو ده ما يجيبش مشاهدات خالص، لكن لو حولته لشيء ويرد غريب، لو هجم عليك اسد هتعمل ايه، فالناس كلها هعمل ايه، هتشاهد. الاول تتشاهد فانت دخلت كوميديا، وهكذا. ابني المحتوى بتاعك على حاجات تخيليه، حاجات واو، او تخليها قصه. كنت ماشي في البيت فجرسني تعبان، هو ما جرسكش يعني الف سلام عليك، بس بتحول الموضوع لقصه. خلي الموضوع بتاعك قصه وفي حاجات فيها قيمه للناس وغير طبيعيه وغير عاديه، حاجه جديده ومختلفه. شوف محتوى انت ممكن تحوله محتوى ذو قيمه، وانت ممكن تحوله لمحتوى جديد كويس وينتشر، تقلبه كده. زي المحتويات القديمه بتاعتك اللي انت كنت مصورها، ممكن تعيد تصويرها مرة تاني بالأساليب الجديدة اللي هنقولوها في باقي الكورس. استغل المنافسين بتوعك، دي كل الحاجات اللي تساعدك تطلع ترند أو تجيب مشاهدات عالية، واللي أنا استخدمتها وساعدتني. أنا عامل أكتر من 1000 فيديو عشان أوصل لعدد المتابعين ده. ما تستخسرش في نفسك وقوم صور فيديوهات. قشطة؟ قشطة. هنيجي بقى للتكنيكات، في كل تكنيك هتطبقه في الفيديو بتاعك. ماشي معايا؟ شوف يا باشا، الفيديو القصير ده بيتكون من 3 أجزاء. الهوك اللي هو الخطاف اللي بتسحب بيه الجمهور بتاعك، وشرحنا ازاي تجيب دخلة حلوة وقوية من المونتاج بالكتابة او الفيديوهات، او تصور حاجة غريبة ومشهد غريب تبتدي بيه، او كلمات وعناوين بتجذب. يعني خطاف بالبلدي، انت بتشد الزبون، بتسحب رجله. تاني حاجة المنتصف، قد ما تقدر تخليه قصة، وممكن لو رحت للشرح هقول لك تعمل ايه. تالت حاجة القفلة بتاعتك، كل ما كانت القفلة حلوة تخلي المشاهد مبسوط وسعيد، هيعمل لك اشتراك. لو حطيت افيه في الاخر ودمجت مع امر، يعني عملت افيه بعد كده قلت اعمل اشتراك ولايك، هيعمل لك اشتراك. او ما تنساش تشوفنا في الفيديوهات الجاية، او ما تنساش تسمع الحلقات الجاية. اتمنى اشوفك في فيديو تاني. كل هذه قفلات كويسة بتخلي المتابع يعمل ايه، متابع. الناس او يعمل اشتراك، الناس مش بتفتكر انها تعمل متابعة حتى لو عجبها الفيديو. ولازم يشوف ليك فيديو واثنين وثلاثة ويتأكد ان انت شخص بتقدم محتوى كويس حتى يعمل لك متابعة. مستحيل تعمل فيديو يجيب مليون مشاهدة هيجيب لك مليون متابع او 100,000 متابع، ممكن يجيب لك 2000 3000 متابع فقط. فاعمل فيديوهات كتير علشان المحتوى بيتشاف مرة واثنين وثلاثة، بعد كده بيعمل لك متابعات. اول 100,000 بتكون صعبة جدا يا شباب، بعد كده المليون بيجي كده، بيجي بسرعة جدا. الصعوبة في البدايات. خطاف التصوير، ابدأ الفيديو بخطاف تصوير، صور بزوايا مختلفة ومريبة ومقلقة للناس. التصوير اللي احنا قدام الكاميرا ده العادي مش بيجذب الناس دايما. ممكن تصور انت وبتفتح باب الثلاجة وبتمسك الموبايل، ممكن تفتح شنطة وتمسك الموبايل، ممكن تخلي الموبايل في السقف، الكاميرا بتاعتك في الارض. اعمل حوار في المشهد او البداية بتاعت الفيديو بحيث تجذب متابعين اكتر. طبقها في الفيديو اللي جاي وقول لي هل جابت ولا لا في التعليقات او في الرسائل عندي. لما جيت تشرح شيء ممكن تكون ماسك حاجه في ايدك، زي مثلا البتاعه دي، او لما كنت ماسك كوكب الارض في بدايه المحتوى، وهتلاقي ناس كتير بتمسك الاشياء في ايديه، ومسكه الحاجه كده في الايد بتخلي الشخص اللي هو بيسمع زيك مركز مع الشيء ده ومتوتر ومتردد ومش عارف يسمع ده ولا يسمع ده، وبيكمل الفيديو للنهايه علشان مركز في اكتر من حاجتين. للاسف الشيء ده هو مش ممتاز جدا، بس بيقعد جاذب انتباه الشخص، لان الشخص دايما مشتت، فهو لو انت ما شتتاش بمعرفتك هيتشتت بشيء تاني. حتى انت وبتسمع الكورس بتتشتت وبتطلع وبترجع وهكذا. لما تعمل محتوى، رأيك الواحد نفسه دلوقتي يا اخي في
كوباية عصير مانجا ويشرح عليها محتوى ليه عصير المانجا أجمل شيء في الوجود، أجمل حتة من الكراش. تمام، عصير المانجا ده موت. أنا دلوقتي اتكلمت عن حاجة موجودة في الحياة، دلوقتي أغلبنا بنشرب عصير مانجا أو أي شيء حاليا موجود. لو في زمن الصيف اتكلم عن الحاجات الموجودة في الصيف، اتكلم عن المشاعر اللي بيشعر بها الناس في الصيف وادمجها بالمحتوى بتاعك، ادمجها في القصص بتاعتك. اتكلم عن الحاجات اللي بنعيش بيها في حياتنا، على الأكل بتاعنا، على الطرق اللي بنتواصل بها مع أصحابنا أو أهلنا. انت وفي المحتوى بتاعك ما تخترقش بره المحتوى، ظبط الموضوع ده كله واعمل فستان جديد للمحتوى بتاعك. فهمان؟ يبقى جيب حاجات موجودة في الحياة والناس بتعيشها واعمل عليها محتوى. ليه صوابع ايدينا بيبقى شكلها كده من المية؟ ده لو محتوى علمي، حاجات بنشعر بيها وحاجات بنمر بيها، فده دايما بيقربك للفئة بتاعتك المستهدفة وبيخليك تجيب مشاهدات عالية، ان انت بتتكلم عن حاجة واقع هم عايشينه. والمحتوى ده بيكون شربل على فكرة، وانا عملت سلسلة كاملة عن الموضوع ده. تواصل مع صناع محتوى من نفس النوعية بتوعك، اختار صانع محتوى منافس ليك في نفس المجال ويكون عدد متابعينه زيك. عشان كده كنت بقول لك اعمل فيديوهات كتير. لو المحتوى بتاعك حلو كان ممكن تتواصل مع حد اعلى منك بشويه، لكن ما تروحش انت عندك مثلا 10,000 متابع تكلم لي واحد عنده 1,000,000 متابع وتقول انا عاوز اعمل فيديو، مش هيرضى. ما تروحش مثلا واحد عنده نص مليون متابع وانت عندك 5,000 متابع تقول لا. اختار واحد، مثلا انت عندك 10,000 اختار واحد عنده 50,000 40,000 30,000 كده، فاهم؟ وبكده هتتبادل الجمهور. بس الجمهور مش هيجي لك ولا يعمل اشتراك غير لو عندك محتوى قوي. فقوم صور واستخدم هذه الاساليب وتواصل مع صناع محتوى واعمل عندهم متابعات وعلق عندهم. على فكرة التعليقات عندهم بتبقى كويسة وبتجيب لك متابعين، او الناس بيظهر الاكونت بتاعك عند الناس اللي عنده. فدايما خليك متفاعل وصاحب صناع المحتوى اللي في نفس المجال بتاعك، علشان هيجيبوا لك فرص، ممكن فرص شغل او فرص دعاية واعلان في المستقبل ان شاء الله. من الاشياء اللي بيجيب اشتراكات كتيرة السلاسل. اختار سلسلة انت متأكد انها فيها الصعوبة، فيها كرياتيفيتي، فيها ابداع، فيها مختلفة، فيها كوميديا، تمام؟ واعمل سلسلة من الموضوع ده، والسلسلة دي تكون فيها مثلا قصص وكلام زي كده. وصدقني لو فيديو واحد طلع من السلسلة هيطلع كل السلسلة وتجيب مشاهدات عالية، وكل الناس هتبتدي تتابعك عشان مستنية السلسلة دي. فاختار سلسلة قوية وابدأ في تنفيذ سلسلة دلوقتي. وعد هتبدأ تعمل سلسلة في المحتوى بتاعك، فكر في انواع سلاسل مختلفة واختار سلسلة وابدأ في التنفيذ وربنا هيوفقك. التحديات. الناس بتعشق المجهود في الفيديو. يعني لو انا بصور فيديو صعب وان انا خدت اكتر من 50 ساعة وانا بعمل محتوى الكورس ده، انت هتقدر الكورس ده. عكس لو قلت لك ان انا لا والله الكورس ده بسيط وانا فتحت كتاب وعملت صورت الكورس في ساعتين زمن، لا. فانت حاول تعمل محتوى صعب، محتوى فيه مجهود، وكل ما كمان بالغ في المجهود. يعني خلي المجهود بتاعك مبالغ فيه بالنسبة للناس. يعني اقول انا قضيت 7 ايام في تعلم اللغة العبرية مثلا، تمام؟ او خدت مثلا 50 ساعة ولو اصلا يومين مثلا شغل، فاهم؟ فبالغ في المحتوى بتاعك. والموضوع ده بيعمله مثلا صبري ومستر بيس وبهاء وانا بعمله، وصناع محتوى كتير بيبالغوا في التحديات وبيوروك حاجات جديدة بيتعلموها وبيتحدى نفسهم ان هم يعملوها. فتحدى نفسك في المحتوى بتاعك وهتلاقي تفاعل كبير. اعمل تحديات يا صديقي، ابدأ في صناعة سلسلة من التحديات. ابتدوا على الخطوة الجاية. مستمر في الفيديوهات ولا بتشقلب وقلب زي ما انت متعود؟ صور فيديوهات. سماع الكورس بس مش هيفيد، صور محتوى. القصة اهم شيء، فهمت؟ انت خلاص انت عديت ايه هي القصة او ازاي تعمل قصة حلوة وجامدة وواو وبسكر وبسمسم من غير ما يكون في قصة. الكلام ده محدش هيقولها ليك. قصة عبارة عن حوار، عبارة عن ممكن تبادل تعمل حوار. قصة انا حاليا بتبادل معاك الحوار. لو عاوز تعمل قصة ممكن تعمل سكتش. السكتش بتجيب شخص نفسك انت وبتغير مثلا طاقية زي ما انا بعمل في الفيديوهات بتاعتي، او بتغير التيشيرت وبتبص ناحية زاوية ناحية اليمين كده وبتتكلم موضوعك، وبتكون كاتب السكريبت بقى بتاعك اللي هو مقسمه شخصية ألف شخصية ب، شخصية ألف شخصية ب، وتجيب الشخصية الثانية بتحكي وتتكلم. وكده عملنا حوار. طيب انت عاوز تعمل حوار تاني مع المشاهد، بتقول له شايف الفيديو ده؟ فيديو عن الموضوع بتاعك، فيديو يكون جذاب. شايف الفيديو ده؟ كل ده اتاخد مني مرة واحدة. انا مصيري ايه دلوقتي؟ طالع جايب مشاهدات، ملايين المشاهدات، تاخده من صانع المحتوى. يكون مثلا شخص عادي صور مشهد مثلا لقطة من فيلم، حاجة كده جذابة تخلي الواحد يتفرج. زي كأنك بتاخد واحد صاحبك تقول له شايف الفيديو ده، وبتبدأ تشرح له عليه المحتوى بتاعك. الموضوع ده في حوار، في ديالوج، تمام؟ بتعمل الموضوع ده
وانا بستخدم موضوع الفيديوهات ده، شايف الفيديو ده، شايف الفيديو ده. او بتالف موقف. يعني ايه بتالف موقف؟ يعني بتخترع حاجه، بقول مره كنت ماشي وعملت كذا كذا وحصل كذا وكذا كذا بتاع، وبتشرح المحتوى بتاعك في القصه دي، بتالفها. ممكن تعمل فلوج. الفلوجات دي عباره عن قصه، حدث، بتقول له تعالى معايا النهارده رايح اعمل حفله شواء مثلا، فانت بتاخدها في قصه بقى، انت بتروح وتقابل اشخاص وي وي وي، فدي برضو قصه. برضو من ابسط انواع الاشياء ان انت تحكي قصه. يعني ايه تحكي قصه؟ يعني قصه شخص اصلا عالم في المجال بتاعك، لعيب محترف، يوتيوبر مثلا ناجح، انت حابب تعلمت منه شيء، احكي عنه قصه. تحكي عني انا قصه، تقول والله الراجل ده بيقدم محتوى جامد كده وكورس جامد، من لي ماركتنج يعني صاحبه، تمام. فموضوع القصه ده يا شباب والله والله لو تعلمته انت تعلمت صناعه محتوى. يعني ده الفيديو ده لو انت طلعت طبقت دلوقتي موضوع القصص، عملت لك 20 قصه وبدات نوعتهم، قصه عن موقف، قصه عن فيديو، قصص سكتش، قصص عن مثلا اشخاص عملوا حاجات واو مدهشه، لو عملت الموضوع ده وبدات فيه انت كده خلاص، انا ضمنت لك ان انت هتجيب 100,000 متابع بعد ال 30 40 فيديو دول. فابدا من دلوقتي القصص عشان اللي جاي اصعب واصعب. اخيرا وليس اخرا، ادمج كل العناصر دي في الفيديوهات بتاعتك. ادمج اكتر من عنصر، اتكلم في الترند وحول القصه وحول الموضوع. انت وبتشرح امسك مره الحاجات في ايدك، ومره امسك كتاب واشرح عن حاجه في فيديو شغال فوق، واعمل اكتر من موضوع في نفس الوقت، وخلي فيه كتابه في الفيديو، واستخدم المونتاج، واستخدم زاويه مختلفه، واعمل كل المواضيع دي وادمجها في الفيديوهات بتاعتك علشان تقدر تحقق اكبر عائد من النجاح. تمام؟ Are you ready للنصايح الجلد اللي جايه في الوقت الجاي؟ هقول لك على بعض الاخطاء وبعض الحاجات اللي هتساعدك ان انت توصل لل100,000 متابع. الحاجات دي من خبرتي الشخصيه، محدش عملها، ونادر نادر ما هتلاقي حد يقولها لك. تابع كويس. معلش كده هظهر لك كل شويه، نسيت اقول لك ان في هديه ل3 اشخاص هعمل معاهم استشاره مجانيه، بشرط تكتب بوست على الكورس ده لو عجبك في جروب على صفحتك الشخصيه، وتعمل منشن لحسابي محمد عصام القريفاني، وهختار 3 بشكل عشوائي اكون معاهم في لايف. ومش بس كده، اكتر شخص هيجيب لايكات على البوست بتاعه هيكون برضو واحد من الفائزين. فاجتهد انت وبتكتب البوست. شوف يا صاحبي، كميه ولا جوده؟ كميه. يعني تعمل فيديو كل يوم ولا تعمل 3؟ تقدر تعمل 3 فيديوهات في اليوم، اعمل. تقدر تعمل فيديو واحد كل يوم، اعمل. بس ما يقلوش على فيديو. اختار الكمية افضل من الجودة. ترمي 100 طوبة على شجرة افضل ما ترمي طوبة واحدة. صحيح؟ بالاحصاء بالاحتماليات ان انت تعمل محتوى كتير هتزود في مهارتك وتطور منيها، وفي نفس الوقت في احتمالية ان فيديو يطلع اكتر. فما تغمرش وتقول انا لا هعمل فيديو واحد وجامد وهحط فيه العناصر دي كلها. بلح، مش هتزبط معاك. اعمل فيديوهات كتير. الاستمرارية، انا مش عارف استمر، بحاول وبوقف وبوقع وبعمل وبتجيني مشاغيل ومعايا امتحانات ومعايا دروس ومعايا. ازاي استمر؟ وازاي انا استمريت لمدة 3 أو 4 سنين؟ شوف، الحاجة الأساسية ان انت تخلي وقت معين في يومك لصناعة المحتوى. ده شغل، هيبقى شغلك بإذن الله، هيبقى جزء كبير من شغلك. وممكن تسيب شغلك مقابل صناعة المحتوى، أو ممكن دخلك يتضرب في 10 بسبب صناعة المحتوى. فلا، ده حاجة مفروض أخلي ليها وقت. هتشتغل من 8 ل 12، أوكي، بعد بيجي آكل واستريح وأشتغل. من 8 ل 2 باكل واستريح وببدأ أشوف صناعة المحتوى. ببديها عن حاجات كتير. ده شغل، ده بزنس، ده هيفتح لك مجالات كتير. الشهرة هتديك علاقات أكتر، واجهة أكتر في المجتمع وغيره. فخلي ليها وقت معين. 1، خلي ليها وقت معين، حدد ليها وقت. 2، النظام بتاعك يكون زي مثلا ان انت بتخلي فيه مخزون احتياطي عندك. انا بكتب 10 افكار، تمام، بصور ال10، بمنتج ال10، بخليهم، وكل يوم ينزل فيديو. بسكت كده لغاية ما يخلص وابتدي تاني؟ لا، هم وشغالين بينزلوا، بيكون قاعد محتوى معايا وانا بصور وبكتب وبمنتج. طب انا خلصت تصوير ومونتاج، بلحق. يعني مثلا في 10 فيديوهات خدوا منهم 7، خلصنا في 7 ايام، فضل 3 فيديوهات، وهنا خلصت 10 فيديوهات تاني. فاصور واخلي مثلا في مخزون عندي 5 أو 6 فيديوهات. ممكن امرض، ممكن حد لا قدر الله تحصل موقف وحش، ممكن في حالة وفاة تحصل، ممكن تجيلي سفرية مش هقدر اكون متواجد في الاستوديو بتاعي او في مكان التصوير وكده. فدايما خلي في متسع ان انت معاك محتوى بينزل دايما. المنصة بتحب الناس المجتهدة والملتزمة، الخوارزميات، كل الخوارزميات والناس عامة بتحب الناس المجتهدة. انت بتصور لي فيديو وبعد اسبوع بلقاك فيديو، انا هستنى كل اسبوع فيديو؟ لا يا عمي،
مش هعمل لك اشتراك، انا هعمل واحد تاني ملتزم عنك بقدم نفس المحتوى. فخليك ملتزم واستمر، صور مرة واحدة واكتب مرة واحدة ومنتج مرة واحدة، كله في نفس الخط، وركز على هدف واحد، وخلي محدد بالوقت معين. انا من الساعة كذا للساعة كذا دول صناعة المحتوى، مش هطلع برا البيت، مش هعمل، مش هسوي. وهتلاقي النتائج، وهتبسط جدا لما تلاقي واحد برا يتصور معاك وياخد سيلفي ويقول لك انا بحبك، انت المحتوى بتاعك اثر فيا، انا استفدت منك، وهكذا. حلل المحتوى بتاعك ومحتوى الاخرين. انا لما بدأت جيت ابص ازاي ده بيعمل محتوى، ازاي ده بيعمل محتوى، ازاي ده بيعمل محتوى، زي ما قلت لك، وبشوف ازاي دول نجحوا وبطبق. وعشان كده الحمد لله ربنا كرمني. مهارة التحليل دي من اهم واقوى المهارات عند صانع المحتوى. لازم تحلل المحتوى بتاعك، ليه فشل، وده ليه جاب عالي، وده ليه جاب قليل. عيد النجاح اللي جاب كتير، اللي جاب مشاهدات عالية، عيده واعمل نسخة تاني وثالثة منه، جزء تاني وثالث، وبنفس النسق او بنفس المواضيع بس اختلف. كرر عادي من المواضيع دي، هتجيب معاك مشاهدات ومتابعين كتير. ما تركزش في البداية على الفلوس، وما يكونش كل همك الفلوس. الفلوس هتجيك طول ما انت شغال في التصوير والمونتاج والكلام ده. هيجيك عملاء للمشروع بتاعك او الشغل بتاعك، او هيجيك اعلانات، او المنصة هتديك اعلانات، ارباح من الاعلانات، وهكذا. فما تحرقش وقت كتير في البحث عن طرق الفلوس وازاي اكسب وازاي. اصبر واعمل محتوى حلو، والشركات هي اللي هتكلمك. ألف مبروك يا صاحبي، خلصت الكورس. في 3 حاجات أنا اتعلمتها خلال السنة اللي اتحظرت قناتي فيها على اليوتيوب، حابب أقولها لك. دي خبرة بقى بيور لسه جديدة. رقم 1، المشاهدات مش الأهم التأثير. أثر على الناس بمحتوى كويس ومفيد ليهم، محتوى يفيدهم في حياتهم وفي عملهم. ركز في الموضوع ده كويس. المشاهدات بتروح ولكن التأثير بيقع. رقم 2، جودة المتابعين أهم من كميتهم. يعني ممكن يكون عندك 1000 متابع يجيبوا لك دخل ويشتركوا معاك في البيزنس بتاعك، ويبقى عملاء عندك افضل من 1,000,000 متابع مجرد مشاهدين ليك. رقم 3، استخدم الذكاء الاصطناعي، خلي ChatGPT يساعدك في كل خطوه، وتعلم ازاي تكتب برومت قوي. هو ده المستقبل، وهو ده اللي هيسهل عليك حاجات كتير. يعني مثلا ممكن تقول ChatGPT انت خبير في المجال الفلاني، في المونتاج، في التصوير، في الكتابه، بخبره 20 عام، اكتب لي موضوع عن كذا وكذا وكذا. او تقول له ادمج لي اسلوب الدحيح مع احمد ابو زيد مع القريفاني، وعاوز محتوى عن موضوع كذا، هيطلع لك محتوى رهيب. ده حته من البرومت اللي بيطور فيها الكتابه بتاعتك. اتعلم بقى ازاي تكتب برومتات قويه. اخر حاجه، خليك صادق في المحتوى بتاعك، وقدم معلوماتك لوجه الله. ما تغشش حد ولا تخدع حد ولا تقول معلومات مغلوطه. واتمنى تكون استفدت واستمتعت، وما تنسيش في دعائك. السلام عليكم.